لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا أمة الحق والآلام مقبلة، يا أمة الحق والآلام مقبلة، متى تعين ونار الشر تستعر؟ متى يعود إلى الإسلام مسجده؟ متى يعود إلى محرابه عمر؟ أكل يوم نرى بمثله نازلة، وأمة الحق لا سمع ولا بصر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا رسول الله أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بطاعته فقال: وإن تطيعوه تهتدوا، ونهانا وحذرنا عن معصيته ومخالفة أمره فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه وتسلحوا بالإيمان والعمل الصالح، فإن الأرض تموج بالفتن والمحن، وإن المفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل تتصاعد، وأن أمامكم فتنة القبر وفزع الحشر وشدة الحساب ومجاوزة الصراط، ولا ثبات في كل ذلك إلا بالتمسك بحبل الله المتين وبدينه القويم. قال رب العالمين: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أحبتي في الله، إن الناظر بعين البصيرة في حال أمتنا الإسلامية اليوم ليعلم علم يقين أن أعظم أسباب ما هم فيه من بلاء وغلاء ووباء ونكبات وحروب واختلافات هي كثرة الذنوب والبعد عن علام الغيوب، فإن الذنوب والمعاصي هي أعظم أسباب زوال النعم وحلول النقم. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فماذا كانت النتيجة لما كفرت بأنعم الله؟ ماذا كانت النتيجة؟ يقول الله: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكم من أمة كانت في سعة من الرزق ورغد في العيش وسلامة في الأبدان،
وأمن في الأوطان، فعصت الواحد الديان جل جلاله، فسخرت نعمته في معاصيه، فحل عليها العقاب ونزل بها العذاب، فتبدلت عليها الأحوال وصارت مضربا للأمثال. وصدق الكبير المتعال إذ قال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض. فها هم بنو إسرائيل لما أذنبوا وجاهروا بالمعاصي سلط الله عليهم الروم، فسبوا نساءهم وسلبوا أموالهم وسفكوا دماءهم. ومر الأعمش على صناع قدور من اليهود فقال: هؤلاء أولاد الأنبياء، يوم كانوا على الطاعة كانوا أعزة، فانظروا إلى ما صيرتهم المعاصي والذنوب، وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. أي لما أغضبوا الله جل في علاه بفعل المعاصي جهارا نهارا انتقم منهم. إخواني، يوجد هناك مكان فما فيه الأمة اليوم من ظلم وقهر من قبل أعدائها ما هو إلا بسبب ذنوبها ومعاصيها. وصدق الله العظيم إذ يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأي عقوبة أعظم من عقوبة الذل والهوان التي ضربت بها هذه الأمة يوم أن عصت الله الواحد الديان. ففي كل يوم تنتهك أعراض المسلمين هنا وهناك، وتسلب أموالهم وتسفك دماؤهم وتدك مساكنهم وترمل نساؤهم وتيتم أطفالهم ويعبث بمقدساتهم. والأمة إلا من رحم ربي مشغولة بالرقص والغناء والملهيات. وإن ناشدوا واستغاثوا فبأعدائهم، إن ناشدت الأمة واستغاثت فتستغيث بأعدائها وتستغيث بهيئة الرمم، أي بما يسمى بمجلس الخوف والظلم الدولي. فأين مناشدة الله؟ أين الاستغاثة بالله؟ أين الاستعانة بالله؟ أين الاعتصام بالله وبحبل الله؟ أين التوسل بالله وبأسمائه الحسنى؟ أين التوكل على الله جل في علاه؟ أين الانطراح بين يديه والتضرع والبكاء والتوبة والإنابة والدعاء لنشكو إليه ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس؟ فهو أرحم الراحمين، وهو رب المستضعفين وناصر المظلومين، فليس لنا إله سواه. من اعتز به فلن يذل، ومن استكثر به فلن يقل، ومن اهتدى به فلن يضل، ومن استغنى به فلن يفتقر، ومن انتصر به فلن يخذل، ومن استعان به فلن يغلب، ومن توكل عليه فلن يخيب، ومن جعله ملاذه فلن يضيع. أين الصدق؟ أين صدق اللجوء إلى الله جل في علاه؟ إذا كان المشركون قديما يستغيثون بالله عند الشدائد وينسون الله في الرخاء، قال رب الأرض والسماء عن المشركين إخبارا عنهم، قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين.
إذا ركبوا في الفلك هؤلاء المشركون وأصابهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون مرة أخرى. ولكن أمة الإسلام، أمة النبي العدنان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سواء كانت في شدة أو في رخاء، يتوجهون إلى أعدائهم بالمناشدة والبكاء، فسامهم أعداؤهم ألم الذل والهوان والخذلان. بالله عليكم، أي عقوبة أعظم من هذه العقوبة التي ضربت بها هذه الأمة في هذا الزمان؟ والسبب في ذلك كثرة المعاصي والذنوب والبعد عن علام الغيوب. لقد أصابنا الله سبحانه وتعالى بكل ما تعنيه الكلمة من الضعف والذل والهوان والخوف والخذلان. وصدق الواحد الديان إذ يقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اسمعوا ماذا يقول حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، وكلكم تعرفون هذا الحديث، لكنني أريد اليوم أن نسمع هذا الحديث من خلال القلوب لا من خلال الآذان، ليتسلل هذا الحديث إلى قلوبنا، لنعي ونعرف ونعلم الدرس الذي لقنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الحديث يحكي واقعنا المرير الذي نعيشه. يقول النبي العدنان من حديث ثوبان صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ واسمعوا وتدبروا سبب هذه المصائب التي حلت بالأمة، كيف يبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد وضع يده على المرض. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. فكل ما يجري من قتل وذبح واغتصاب وتدمير سببه حب الدنيا، سببه التمسك بالكراسي. فما تسلط الحكام على رقاب هذه الأمة حتى ساموها سوء العذاب وحكموا الأمة بشريعة الغاب إلا من أجل هذا المرض الخطير، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. فالعالم كله قد تحول إلى غابة وحوش، القوي يأكل الضعيف. إننا نرى في هذه الأيام التي كثرت فيه الفتن والابتلاءات، نرى الإنسان يفعل بأخيه الإنسان ما تخجل الوحوش الضارية على أن تفعله في عالم الغابات. إننا نرى العالم كله اليوم قد حرم من نعمة الأمن والأمان والاستقرار النفسي وهدوء البال وراحة الضمير، على الرغم من كثرة وسائله الأمنية، وعلى الرغم من كثرة الاختراعات التي شاء الله جل وعلا أن تحول ذاتها إلى وسائل للرعب والإبادة ولفناء الجنس البشري. لماذا هذا كله؟ إنه مخالفة صاحب الأمر جل جلاله، مخالفة الخالق تبارك وتعالى الذي يعلم مصالح العباد، فأعرضوا عن طاعته وخالفوا أمره. فكانت هذه النتيجة. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وتبارك الله إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحق تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ويقول أيضا ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. واسمعوا وتأملوا وتدبروا هذا الحديث العظيم الذي خرج من فم أعظم مخلوق عرفته الدنيا، إنه محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله جل في علاه. يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من 5 خصال و5 صفات إن ابتليت الأمة بهن فقد وقعت بمصائب عظيمة. تعالوا بنا جميعا لنعرض أنفسنا على هذه 5. الأولى يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، أي حتى يجاهروا بهذه الفاحشة، إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. لا إله إلا الله. إننا نرى الآن الفواحش أصبحت ظاهرة في بلادنا وفي بلاد كثير من المسلمين ظهورا كبيرا، حتى أصابها من الأمراض والأوجاع التي لا تعد ولا تحصى. مع اختلاف تنوع هذه الأمراض ما الله به عليم. ظهرت أمراض كثيرة ما سمعنا بها من قبل وما عرفناها، لكنه وعد الله ووعد رسوله الكريم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت، أي انتشرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. إخواني ما زال يوجد مكان هنا، تقدموا بارك الله فيكم. ثم تابع المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ووالله لقد وقعت الأمة فقد نقصت الأمة المكيال والميزان، فأصبح الكثير من الناس يغشون ويحتالون بتجاراتهم من أجل عرض دنيوي زائل، فشدد الله عليها. فترى الأمة اليوم تعيش في ضنك
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوصف إلا بقول الكبير المتعال: عيشة ضنكا، معيشة ضنكا. إنه الضنك في الأرزاق، الضنك في الصدور، الضنك في النفوس، الضنك في الأخلاق. إن بلاد المسلمين من أغلى دول العالم بما أودع الله فيها من ثروات وبترول وثروات طبيعية، من الثروات الطبيعية الكثيرة، لكنها رغم ذلك هي من أفقر دول العالم وشعوبها من أفقر الشعوب. لماذا؟ لأن الفساد عم وساد. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا يا رب؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. يقول صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. فكم من متسلط على هذه الأمة من السلاطين والحكام الظلمة الذين سلطوا على رقاب هذه الأمة بسبب الذنوب والمعاصي وضعف الإيمان في القلوب والبعد عن علام الغيوب. ويتابع صلى الله عليه وسلم حديثه الشريف قائلا: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله. من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب أن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خرج ذات يوم مع بني إسرائيل ليصلي بهم صلاة الاستسقاء كي ينزل الله المطر عليهم. ومر سليمان على وادي النمل فرأى نملة قد رفعت قوائمها إلى السماء لتناجي رب الأرض والسماء وتقول: يا رب. تلك النملة تدعو ربها قائلة: يا ربي، نحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فاستجاب الله لدعاء هذه النملة فأنزل الله المطر فشرب الناس. فالتفت سليمان الذي أسمعه الله دعاء النملة فقال إلى بني إسرائيل، نظر إليهم وقال: توبوا إلى الله واستغفروه، فوالله إن الله قد أتى بمطره لكم استجابة منه لدعاء نملة. لا إله إلا الله، والله الذي لا إله غيره، لولا البهائم لخسف الله بنا الأرض ولصب علينا العذاب صبا، وذلك بسبب ذنوبنا وتقصيرنا في حق ربنا وخالقنا. اسمعوا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها 3 مرات. ماذا يريد هذا البحر؟ هو لا ينطق. يشرف فيها كل ليلة 3 مرات يستأذن الله جل في علاه بغرق عصاة بني آدم فيكفه الله بمنه وكرمه، أن يمنعه الله من غرق عصاة بني آدم رحمة منه وكرم وفضل منه سبحانه. ويتابع الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا: ولم يمنعوا زكاة أموالهم. وهنا أسألكم بالله سؤال، أجيبوا على أنفسكم بهذا السؤال: من الذي يؤدي زكاة ماله في غاية الحب والشوق؟ من الذي يقدم زكاة ماله عبادة وتقربا إلى الله بغاية الحب والشوق واستجابة لأمر الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى الأغنياء يتحايلون من أجل أن يمنعوا زكاة أموالهم، يشترون بنايات وشقق ويدعون أنها ملك يريدون أن يسكنوا بها ليست للتجارة كي يمنعوا زكاة أموالهم. ومن أجل أن يمنعوا حقوق الفقراء
التي أوجبها الله عليهم في أموالهم. ويقول الحبيب: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: وتدبروا معي: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم ليأخذ بعض ما كان في أيديهم. وهذا والله واقع مرير تمر به الأمة في هذه الأيام. فلقد سلط الله علينا أخس الأرض وأحقر الأرض وأذل الأرض، بل ولعباد البقر في ميانمار وغيرها الذين يحرقون المسلمين وهم أحياء، بل ولإخوان القردة والخنازير من أبناء يهود الذين يضربون الأمة على رأسها بالنعال في الليل والنهار. إنها الخيانة، إنه نقض العهد مع الله ومع رسول الله، إنها خيانة عالمية غربية عربية يخطط لها في البيت الأسود مرورا بروسيا والصين وإيران، فهي مسرحية ولها أدوار توزع لضرب الشعوب ولتدمير البلاد والعباد. فأي عرف وأي ميثاق يقر هذه الخيانة التي تمارس الآن على خشبة المسرح العالمي؟ لقد جلس النظام الغربي الخائن والنظام الروسي الملحد المجرم والأنظمة العربية الهزيلة الخائنة ليتفرجوا على هذا المجرم البعثي النصيري الكافر الفاجر، وعلى غيره من المجرمين المفسدين الذين سفكوا وما زالوا يسفكون دماء المسلمين الأبرياء ليل نهار، في الوقت الذي ترى اليهود الخبثاء يدنسون المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي ترى اليهود يمكرون ويخططون لإنهاء قضيتنا المقدسة، قضية فلسطين. لماذا هذا كله؟ إنها الخيانة التي فاح عفنها. لماذا؟ يا مسلمون، يا مسلمون، متنا قرونا والمحاك الأعمى يليه محاك. أي شيء في عالم الغاب نحن؟ آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحوش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق. وعلى المحصنات تبكي البواكي، وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق. وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق. قد هوينا لما هوت وأعدوا من الردى ترياق. واعتنقنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعناق. وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. يا مسلمون، القدس تباد، بلاد الشام تباد، أعراضنا تنتهك، أطفالنا تيتم وتشرد، نساؤنا ترمل وتدنس أعراضها. القدس تباد. أيها الإخوة الأحباب، إنها الخيانة. لماذا هذا كله؟ إنها الولاية، إنه الولاء لأعداء الله وأعداء رسول الله. والله أمرنا في كتابه أن لا نوالي إلا أولياء الله وأن لا نعادي إلا أعداء الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونحن الآن نرى بأم أعيننا الولاية بين الكفر تتجدد الآن في بلاد الشام، فهذا يلجأ إلى أمريكا وآخر يلجأ إلى روسيا، والكفر ملة واحدة
وقلنا هذا مرارا وتكرارا وسنظل نقوله بإذن الله، لأن الله قاله. أما آن للأمة أن تعلم أن أرض الإسلام لن تعود إلى أهلها إلا إذا لجأت الأمة إلى ربها وصححت عقيدتها بربها وكان ولاءها خالصا لربها وسنة نبيها، لا لبعثي ولا لمجوسي ولا لرافضي ولا لنصراني ولا لشيوعي ولا لوطني، إنما يكون ولاؤها فقط لله ولرسوله وللمؤمنين. واسمعوا حديث النبي الأمين إذ يقول: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهذا الحديث يبين لنا حقيقة من نوالي ومن نعادي، هذا الميزان الذي يجب علينا أن نزين الأمور به. وأما الخصلة الخامسة والأخيرة، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. ووالله لقد نحت الأمة وحكامها كتاب ربها وسنة نبيها فخابت وذلت. ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذ قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الله أذلنا الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لقد ابتغت الأمة العزة بغير الله فأذلها الله ذلا لن يستطيع أهل البلاغة والبيان أن يصفوه على الإطلاق. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. انصر عبادك الموحدين المجاهدين في سبيلك في كل مكان، انصرهم في فلسطين وبلاد الشام. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اهد أبناءنا واهد نساءنا واهد شبابنا واهد بناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم ارحم المسلمين يا رحمن. اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وكن معهم ولا تكن عليهم، رد طريدهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ إخواننا في سوريا، احقن دماءهم، انصرهم على هذا الطاغية المجرم ومن عاونهم يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رميهم، انصرهم عليه يا أكرم الأكرمين. اللهم رحمتك يا أرحم الراحمين، رحمتك يا رب بأطفال سوريا، رحمتك يا رب بنساء سوريا، رحمتك يا رب برجال سوريا. اللهم انصرهم وقوي شوكتهم، اللهم ارزقهم الصبر على البلاء وأكرمهم برحمتك يا حنان يا منان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.